بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون الأربعاء الفائت مواطنا صينيا يبلغ من العمر 38 سنة لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الصينية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية. وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطية بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتروبول أنه يشكل موضوع نشرة بحث دولية حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببكين، وذلك للاشتباه في تورطه في استغلال عمله كإطار في مؤسسة عمومية صينية للاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.